يعني لكم ان تتخيلوا برناردو سيلفا وفيل فودن افضل بالنسبه لجوارديولا من رياض محرز. مع كل تقديرنا لبرناردو سيلفا كل العالم يشهد انه رياض محرز هو الافضل، بل الادهى من ذلك وانه الان يناور جوارديولا من اجل وصول ليو ميسي في مكان هو مكان رياض محرز بالاساس. يعني بلغه اخرى البعث برياض محرز خارج دائره السيتي في حال قدوم النجم العالمي الاول بالطبع ليو ميسي، ويواصل تجاهله لنجم النجوم رياض محرز. ما بين جوارديولا ورياض محرز رواية ظالم بسوابق تاريخية على نجم نجوم الكرة الجزائرية، لأن محرز نجم عالمي بكل ما في الكلمة من معاني. صار جوارديولا يعاني، مدرب اسباني يمقت النجوم، لم يقدر إلا على ليو ميسي. اسألوا عن جلال الكاميروني سامويل إيتو والسلطان زلاتان والغزال الفرنسي تيريوري والفيل الايفواري يايا توري وكمعانو الى ان سألوا الرحيل مثقلين بظلم وجبروت هذا المدرب الاسباني. كل العالم يشهد بافضليه رياض محرز، كل مدرب يتمنى رياض في تاريخه الا بيب جوارديولا الذي سقط عن وجهه الحقيقي قناع كروي للنجم الجزائري. حرام عليك والله حرام، كما قلتها زمان للاعب يوسف بن عيون اكررها لك اليوم يا جوارديولا يا ظالم لك يوم. رياض حاليا افضل اداء في السيتي رغم ابتعاده عن التشكيله، رفقه ستيرلينج ب4 اهداف لا يشارك لا اساسي ولا يدخل اثناء اللعب مثل ما حصل ضد نيوكاسل الجوله الماضيه. الغالب